ألف مبروك لنادي الزمالك، يستحقها. الدوري في متعوبة، الدوري في متعوبة، الدوري في متعوبة. غير كل القوانين، ضرب كل قوانين عرض الحائط، آمن بفكرة وقدر يحققها. كان بيتحدى مش بس اللي حواليه، كان بيتحدى نفسه وإدارته والظروف بتاعته قبل ما يتحدى الناس والخصوم، وقدر يطلع فايز بالدوري. وكل مرة كان بينزل عليه عقوبة أو وقف قيد كان بيبقى أقوى من الأول. أنا من رأيي لإدارة الزمالك اوعى تحله مشاكل القيد، خليها تزيد. في ناس كده كل ما بتضغط الإنتاجية بتاعتها بتزيد، وده الزمالك، وده المعدن الحقيقي لنادي الزمالك. ياخد حقه بجد، شابوه، ألف مبروك. ودي النتيجة الطبيعية للي حصل من الأهلي واللي حصل من الزمالك. أنا محمد ثعلب ودي دماغ ثعلب، يلا بينا نبدأ. الكارما فكرتها إن أعمال الإنسان سواء خير أو شر بترجع عليه. في الوقت اللي كل الناس كانت بتخطط لتشييع جنازة الزمالك بسبب الأزمات ورحيل النجوم، انهار كيان الأهلي عشان يلاقي نفسه في المركز التالي. هو ده فعل الكارما من فريق هو بطل أفريقيا وأكتر نادي مشارك في البطولات الدولية لفريق بيحلم بالمركز التاني وما حصلوه. في كرة القدم في قانون مش مكتوب بيقول اللي يملك الفلوس والاستقرار كأنه ملك الذهب، لكن في موسم 25-26 قررت كرة القدم المصرية وعلى رأسها نادي الزمالك كسر كل القوانين وكسر كل الأعراف، وتحدى نفسه وإدارته قبل ما يتحدى الجميع وفاز. وكان فعلا قد التحدي، وفريق تاني يملك كل شيء، فلوس، صفقات، استقرار، لكن النتيجة من القمة للقاع. هل دي فعلا الكارما الكرة المصرية؟ هل أصلا في كارما في الكرة؟ هل دي نتيجة أفعال قام بها الأهلي والزمالك؟ عاوز رأيي؟ أكيد. لكن السؤال الصح، مين المسؤول عن تأثير الكارما؟ أفعال الأهلي لوحدها ولا الزمالك ولا الاتنين؟ يلا بينا نشوف. كان في فريق بيعتلي القمة وفريق ما كانش عارف مكانه بسبب الضباب والمشاكل والظلام اللي كان محاوط. كان الزمالك في صورة سوداوية بمعنى الكلمة، وعلى الجانب الآخر صفقات بالملايين، عقود رعاية، استقرار إداري، اللي بيطلبوه بيلاقوه. المنطق الرياضي بيقول إن فريق الزمالك أقصى حلم له البقاء في الدوري الممتاز. الدوري في متعوبة، الدوري في متعوبة، الدوري في متعوبة. لكن الضغوط اللي حصلت على نادي الزمالك عملت مفارقة غريبة جدا اسمها عقلية الحصار. المفهوم ده بيظهر في وقت الأزمات، تلاحظ في وقت الحروب الخلافات الدينية بتتشال، الفروقات بين الطبقات بتختفي. والمفهوم ده اتكلم عنه علماء نفس كتير تحت أفكار نحن ضد العالم، أو زيادة التماسك الاجتماعي وقت التهديد، ونظرية توحيد الهوية وقت الأزمات. وده بالظبط اللي حصل في نادي الزمالك. عايز أقول إن الأزمات اللي فيها نادي الزمالك هي كانت سر قوته وهي السبب الحقيقي للتتويج، ودي نظريات وأبحاث أثبتت. ومن أشهر المدربين اللي كانت بتستخدم هذا الأسلوب مورينيو، كان دايما بيستخدم في الخطابات كلهم ضدنا. وعلى النقيض النادي الأهلي، استقرار، صفقات، فلوس، رعاية، بطولات، لكن هو قرر منفردا يشيل أفضل مدير كورة. بيجيب صفقات لكن المدرب مشروع بقاله أكتر من 5-6 مواسم مسرح الجمهور بتاعه. وتسمع كلام غريب وقت الصفقات، لاعب عالمي خلاص وقع بس للأسف طلب فلوس زيادة. لا، النادي بتاعه عايز يغلي. لما سمع النادي الأهلي أول ما النادي الأهلي بيخش في صفقة أبو قرش بيبقى بقرشين، اشمعنى؟ لا، أصل المدرب ده مش عايز يلعب في أفريقيا، المدرب ده سيفي قوي بس عنده شوية اعتراضات. هات وقت الانتقالات لأي سنة من السنين اللي فاتت هي نفس الكلام، وتقريبا نفس المهاجمين ونفس المدربين بتتكرر، والنتيجة زفت. طب يا كابتن الفرقة في نواقص في المراكز، لا مش مهم، احنا هنجيب صفقات البوم والتخ. طب ما ده ملوش مكان. لا ازاي؟ ده هو ده الأساس، والنتيجة تاني. قول يا ستموني قول. حتى جمهور النادي الأهلي هو كمان غلطان. انت عارف كويس ان الاداره ما وفرتش الصفقات للمدرب، ترمي عليه ازايز وتطلب برحيله، وللاسف
الاداره سمعت. امتى هتقف قدام الاداره وتقول لها انت غلطانه؟ الاهلي فوق الجميع، فوق الاهواء، فوق المصالح الشخصيه، فوق المشاكل الخارج الاداره الاهلي. لازم الجمهور يطلب من الاداره تفسير وتبرير لكل القرارات الغلط اللي طلعت من الاداره سببها ايه، ولازم الاداره تقدم استقالتها. انا شايف ان الحل الاداره كلها تقدم استقالتها بعد تقديم الاعتذار وتوضيح مفصل لكل القرارات اللي اخدتها، وعمل خريطه طريق توضح فيه ازاي الاهلي بيفكر في الخروج من الازمه. واعتقد ان ده ابسط حاجه يقدمها اداره الاهلي لجمهوره. الدنيا ليها قوانين، ومن قوانين الدنيا ان هي مش ماشيه في خط مستقيم. كل حاجه في الدنيا هي ماشيه فوق وتحت زي الامواج، ويفي. العبره والمشكله ابدا مش النزول من مكانك، المشكله الحقيقيه هي الوقت اللي هتفضل فيه سايب مكانك. مبروك للزمالك، يستحقوا عن جداره. انا محمد ثعلب ودي دماغ ثعلب، شرفتوني.